النهارده صحيت قلق، وبعد ما صحيتها حسيت ان انا تعبانه ومحتاجه على الاقل ان انا انام لي ساعه كمان. فقررت ان انا تمام هدخل انام ساعه، وصحيت دلوقتي بقى مصدعه جدا. عملت الماتشا بتاعتي وحضرت الفطار المعتاد بتاعي اللي اتمنى ان انتوا تكونوا ما زهقتوش منه، لان انا مش بزهق منه. وخليني كده وانا بشرب الماتشا اجاوب على واحد من اسئلتكم واقول لكم ايه الفيتامينات اللي انا باخدها. فتعالوا نشوف سوا، هما كتير شويه. اول حاجه باخدها هو المالتي فيتامين. لو انتوا عايشين في المانيا، ده البراند اللي هو بتاع دي ام. ده موجود فيه كذا فيتامين وكذا مينرال مع بعض، وباخد كمان معاه اوميجا 3، وباخد ده كمان ده فيه حديد وبي 12 وفوليك اسيد مع بعض. التلاتة حلوين جدا لينا كستات، بسبب البيريود والدم اللي احنا بنخسره كل سايكل في الشهر. فده انا بحب اخده جدا، والتلاتة دول انا باخدهم الصبح في نص اليوم. لو انا يوم مثلا عامله فيه رياضه وحاسه ان انا عطشانه وحاسه ان جسمي فيه جفاف شويه، باخد الالكترولايتس. وبالليل بقى باخد المغنيسيوم. دي كده الفيتامينات اللي انا باخدها في يومي كلها. برضو مهم قبل ما تاخدوا اي حاجه ان انتوا ترجعوا للدكتور بتاعكم، الفاميليان ارتست بتاعكم، تتاكدوا منه ان حالتكم الصحيه تسمح لكم ان انتوا تاخدوا الفيتامينات اللي انتوا عايزين تاخدوها. ويعني دي مش استشاره طبيه خالص، انا مش بقول لكم تاخدوا ايه، انا بقول لكم من اللي انا باخده بس كده. هلو، فاضل ساعه تقريبا على الميعاد اللي قالها هتخرج فيه من الحضانه، فكان قدامي 2 اوبشنز: ان انا اقعد واريح وانتخ على الكنبه، او ان انا انزل اتمشى الساعه دي. فانا اخترت ان انا انزل اتمشى الساعه دي. خليني بقى اقول لكم على حاجه مهمه قوي، وهي ان لما تلاقوا مخكم عمال يحاربكم علشان تقعدوا وتكسلوا وما تعملوش الحاجه اللي انتوا كنتوا بتفكروا او مخططين ان انتوا تعملوها، فكروا دايما في حجه ان انتوا ليه تعملوا الحاجه، بدل ما تقعدوا تفكروا في حجه ان انا ليه ما اعملش الحاجه. اعملوها بالعكس، دوروا لنفسكم على سبب ان انتوا ليه تعملوا الحاجه دي. يعني انا مثلا لما لقيت ان انا هكسل ان انا انزل اتمشى، رحت قلت لنفسي انا بعد ما بنزل اتمشى بحس ان انا مبسوطه، وبحس ان انا مودي اتحسن، وبحس ان انا طاقتي في اليوم بتبقى كويسه. فكل دي اسباب لذيذه خلتني اتحمست شويه ان انا ما كسلش وانزل اتمشى. بعد كده فكرت قلت ايه ده إلى بكره اجازه من الحضانه وهتقعد معايا، فانا اصلا هتحرم من فكره ان انا انزل اتمشى ومش هعرف انزل منها. فانا استنتلي على طول حسيت بالطاقه دبت فيا، ويلا بينا وهوب قمت لبست ونزلت اتمشيت على طول. فدايما دوروا على حجه ان انتوا ليه تعملوا الحاجه. يلا ما تكسروش، مش عايزه اي حد عندي هنا في التشانل يكون كسول خالص، كله يلا يقوم ويتحرك. حطي السماعه في ودنك كده وانتي بتسمعيني، وقومي اتحركي في الشقه على طول. يلا نحضر تاني وجبه ليا في اليوم. انا مش حاسه ان انا جعانه قوي، بس طاقتي قليله، حاسه ان طاقتي قلت شويه. فدي كده علامه الجسم بيقول لي بيها ان انا محتاجه ان انا ادخله اكل. فيلا نحضر مع بعض. هي شبه الفلوج اللي فات تقريبا. هاخد برضو توست مع جبنه ريكوتا، وهحط عليه طماطم مجففه. بحبها اكتر من الطماطم اللي هي بتبقى فريش يعني. مش عارفه، الجو فجأة غيم وبيمطر، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بصراحه ما بحبهاش في المانيا. يعني ان ممكن فجأة الجو كان يبقى شكله حلو وفجأة يبقى كئيب كده. وده شكل طبقي النهائي الملون الساتيسفاين جدا بالنسبه لي. واخدت كمان شوكولاته، واخدت ماكاديميا نوتس. الماكاديميا نوتس تقيله شويه، بتبقى فاتي قوي لان نسبه الدهون فيها عاليه شويه، فما بقدرش اكل منها كتير، ممكن 2-3 بالكتير قوي. وكمان عملت كوبايه قهوه مع الاكل. هقعد بقى اكل وانا متصله مع جسمي، وهوقف لما احس بالاكتفاء. افتكروا ان احنا دايما مش بناكل كل الاكل اللي قدامنا مجرد ان هو في الطبق بتاعنا، احنا بناكل لحد الاكتفاء. يلا اشوفكم بعد شويه. نزلت السوبر ماركت محتاجه اشتري شويه حاجات وارجع، فتعالوا اوريكم هشتري ايه. البيك رولز ده بحبه قوي انا وبنتي، فهاخد منه تحفه قوي. وكمان الفاتس فيه مش كتير قوي، 15 جرام بس.
البلاستيك راب ده صديق الصدوق من ساعة ما بقيت بطبق التغذية الحدسية والاكل بوعي، لان دايما بيكون في عندي اكل متبقي فبلفه بيه دايما. محتاجة كمان سكيا، دي اللي انا بستخدمها على الزبادي الصبح بدل الجريك يوجرت، ده النوع اللي انا بحبه قوي. هاخد كمان موتزاريلا فريش، بحس قوي وانا باكلها ان انا ايطالية في نفسي. وهاخد كمان تركي مدخن. عاوزة كمان واحدة بابايا، دي حلوة قوي للهضم. ومحتاجة كمان اجيب حمص عشان هعمل بيه سلطة خطيرة، يا اما هصورها لكم النهاردة يا اما هصوره في الفيديو الجاي، فاستنوها لانها بجد هتبقى تحفة قوي. محتاجة كمان اجيب سردين، وعلى فكرة انا من الشرفاء اللي كانوا بياكلوه من قبل ما يبقى ترند اصلا. وده الكيمشي اللي كنت قلت لكم عليه قبل كده، نفس فكرة الزاوكراوت، برضو عبارة عن كرنب متخمر، بس ده معمول بنوع كرنب مختلف اللي هو الكرنب الصيني، وكمان بيكون عليه بهارات، فبحب ابدل بينه وبين الزاوكراوت. وهاخد كمان نعناع علشان السلطة اللي انا قلت لكم عليها هنعملها ان شاء الله. وعاوزة كمان اخد مكسرات، غالبا هاخد من الكاجو لان بحب طعمه قوي، هو ده عليه ملح وكمان متحمص، فده اوبشن كويس بالنسبه لي. هلو، اخر وجبه هاخدها النهارده. انا مش جعانه قوي، وفي نفس الوقت ماليش نفس خالص اكل اي لحوم، وعايزه اكل حاجه سهله كده، ومش قادره بصراحه اقف في المطبخ قوي. فهحضر طبق زبادي كده زي اللي عملته الصبح. وعاوزه اقول لكم حاجه مهمه، انا مش عايزاكم تقارنوا اكلكم باكلي خالص، ولا تقارنوا كميه الاكل اللي انا باخدها بكميه الاكل اللي انتوا بتاكلوها، وتحكموا على نفسكم بقى ان انتوا مثلا ايه ده احنا كلنا اكتر منها او كلنا اقل منها او كده، لان كل واحد فينا احتياجات جسمه مختلفه تماما عن التاني. وكمان انا نفسي احتياجات جسمي بتختلف كل يوم عن اليوم التاني. يعني انا من يومين بالظبط كان عندنا عزومه في البيت واكلت فيها كميه اكل اكتر من العادي بتاعي. يعني كان في تشيز كيك، وكان في سينامون رولز، وكان في كوكيز، واكلت كل الحاجات دي كلها في يوم واحد. فمنطقي ان جسمي بيحاول يعمل توازن لنفسه، فانا مش مستغربة انه النهاردة كمية اكلي اقل عن كل يوم. ف مهم جدا ان انتوا تكونوا على تواصل مع جسمكم، وما تقارنوش اكلكم باكل اي حد تاني. هحط كمان شوية بروتين بودنج بالشوكولاتة، طعمه لذيذ قوي. وده شكل الطبق، مش عارفة باين ولا لأ، هحاول اصورها لكم برضو من الناحية التانية واوريها لكم. وعملت كمان كوباية قهوة، عملت كوباية قهوة وهاخد معاها شوكولاتة. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو انتوا مش عاملين سبسكرايب ياريت تعملوا سبسكرايب واعملوا لايك واعملوا شير وسيبولي كومنتس، انا بقراها كلها، وكمان بجاوب على الاسئلة اللي انتوا بتكتبوها لي. و stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.